سلام. الحكاية تاع اليوم رايحة تكون حكاية ماشي كيما الحكايات اللي كنت نحكيهم في فيديوهات سابقين. الحكاية تاع اليوم تحكي على بنت عادية بزاف كيما كامل البنات، ما تختلفش على أي وحدة، تقرأ مرة على مرة تخدم، ودايما كانت وقت الفراغ تاعها تحب تبقى وحدها في الدار، تشوف فيديوهات، تسمع أغاني. كانت حياتها عادية نورمال، ما فيها لا خوف ولا هم. حتى الواحد النهار بدات تحس بحوايج بيزار. الحكاية عادي راني حنحكيها لكم على لسان البنت اللي حكت لي الحكاية تاعها. تقول باللي كنت عايشة وحدي مع يما بعد ما مات بابا. دارنا كانت صغيرة وفيها غير 3 غرف، وكانت ساحة صغيرة فيها. في الليل كنت نحب نقرأ ولا نكتب، ومرة على مرة نحكم التليفون تاعي في الليل كونيكتي قبل ما نرقد. تقول باللي ما كانتش تخاف، كانت عادية. بصح بدات الحكاية تاعها من واحد النهار كي وليت نحس. تقول باللي كانت تحس بكاش واحد يراقبها. كنت كل مرة نحس كي شغل واحد راه واقف قدامي، وكي ندور ما نلقى حتى واحد. في الأول قلت بالك نكون راني نتوهم، بالك العيا، بالك الخوف الزايد كيما الأب ديالي. بصح اللي زاد خوفني هو كي وليت النوم منامات ماشي نورمال، غراب بزاف. النوم راجل طويل لابس الكحل ما يقربليش بزاف، بقى بعيد عليا، بقى يشوف فيا. والغريب انه وجهه ما كنتش نقدر نشوفه، الملامح تاعو الوجه ديالو ما نقدرش نشوف كيفاش، شغل الضباب في وجهه. جازوا اليامات، المنامات بقاو غير يتعاودوا حتى وين ولا يبان لي في الصح. ثم انا فايقه نشوف هذاك الانسان اللي نشوفه في المنام. واحد نهار كنت في الكوزينه، كنت نغسل في الماعن، حسيت بنسمه بارده من مورايا. قلت هذا بالك غير الريح، بصح الباب كان مغلوق، الطاقه تاني كانت مغلوقه. رجعت نغسل في الماعن، سمعت صوت راجل يهدر بلا عقل في ودني ويقول لي ما تخافيش انا غير راني نحمي فيك. في هذيك الدقيقه تخلعت، قلبي بقى يخبط يخبط يخبط، وقلت بصوت عالي شكون شكون. صح واحد ما جاوبني. هي في الحقيقه ما كاش جواب، بصح السكون اللي كان في الدار كان غريب بزاف. كي خرجت نشوف ما لقيت حتى واحد. من هذاك النهار ما وليتش نقدر نرقد نورمال كيما الناس. كل ليله نحس بنفس قريب مني، ومرات نحس بيد تمسلي في شعري. كي كنت نقولها لماما ما كانتش تامني، تقول لي بالك يكون عندك ضغط نفسي، بالك يكون عندك وسواس بالك. وكي شافتني ما نصلي ما نقرا الاذكار، ثم زادت قالت لي تيتاني راكي مخليه روحك هكذا بدون تحصين، وفي هذا العالم هذا ما راناش غير احنا، كاين كائنات واحد اخرين. كنت كل ما نسي نقرا القران تجي حاجه في ودني، يرمي لي كلمه ويقول لي ما تقرايش ما تقرايش. في الليل كنت نسمع خطوات في الممر، والريحة الغريبة اللي كانت تخرج من كاع الأماكن اللي كنت نجوز فيهم. واحد النهار كنت نسيني باش نرقد، حسيت بواحد كان قاعد قدامي، والسرير اللي كنت راقدة فيه ولا ثقيل، وصوت قدامي يقول لي أنا معاك أنا معاك، ما راكش حتهني مني. حياتي بدات تولي الجحيم، رجال اللي يقربوا لي يبعدوا عليا بدون أي سبب. واحد النهار واحد الإنسان كان حاب يخطبني، بعد الأيامات ولا يقول لي ما نكذبش عليك ما نحسش بالراحة معاك، كأنه حاجة تبعدني عليك، مع العلم أنه شغل أني حابك، أني حاب نكون معاك. لا علينا. من هذاك الوقت وليت نقول هذه حاجة ماشي نورمال، كاينة عفسة
فهاد الشي اللي راهو يصرالي داتني الأم ديالي للرعقي وبديت نحكي له على كاع واش يصرالي، على الأشياء الغريبة اللي تصرى معايا، على بزاف صوالح. كي بدا يقرالي بدا يعرق ويقول لي الشي اللي راهو فيك ماهوش حاب يخرج، راهو متعلق بيك بزاف. وهنا تيقنت ومن كلام الراقي اللي كان يرقيلي انه عندي جن عاشق مع الاسف. قال لي لازم تداومي على الرقيه ولازم القران ما تخليش، وعليك وعلى الاذكار والتحصين وما لازمش تبقاي وحدك في الليل. كنت كل مره نسمع القران ولا نسمع الاذان ولا نسمع حاجه هكا تحكي على الدين، على هاد الاشياء، نحس بنغزه في قلبي كانه نتقلق. انا ما اكذبش عليكم، البنت هذه حبستها قلت لها وشنو هو السبب اللي خلى هذا الجن العاشق يحبك ولا يستحوذ على الجسم تاعك، ولا وشنو هو السبب اللي يخليه يكون فيك هذا الجن العاشق. من باب الفضول حكت لي باللي واحد النهار، قالت لي واحد النهار راحت في عطلة. العطلة هذه ما راحتش وحدها، راحت هي وثلاثة حباباتهم. حبيت نوضح لكم باللي كانوا جيرانهم شغل عادي كي يروحوا معاهم، زعما يسافروا معاهم ولا يقعدوا معاهم ويكاند عادي كأنه عائلة من العائلة. المهم قالت لك باللي راحوا البلاصة، وهذيك البلاصة كانت قديمة بزاف، كانوا فيها جبال وكانوا فيها غابات، والناس كانوا يحكيوا بزاف على واحد العين فيها الماء، بين قوسين بير، يقولوا به مهجورة ويقولوا عليها مسكونة. واحد النهار من النهارات كنا نمشيو ومن باب الفضول أكو على بالكم البنات قالوا واش رايكم لو كان نروحوا العين هذيك اللي يقولوا عليها مسكونة. انا ما نكذبش عليكم، انا في الاول ما كنتش حابه، ولكن كي بقاو يصروا عليا ويقولوا لي عادي جا هضرت الناس فقط، جا ما ديريهاش في بالك لانه ما كاش منها. قلت لهم خلاص نجي معاكم. المشكل انه كي لحقت لهذيك البلاصه هما كانوا عاديين، كانوا نورمال، لكن انا حسيت بنغزه في قلبي. وقفوا مقابل البير هذاك وبقاو يرميو في الحجر، وانا كي كانوا يرميو في الحجر وليت نقول لهم علاش راكو ترموا في الحجر؟ البلاصه هذه قالوا لنا بلي مسكونه، وبالك لو كان تكون مسكونه بالك رانا ناديو في هذوك يعني في هذوك اللي ساكنين البلاصه هذيك. لا علينا، هما بداو يضحكوا عليا، قالوا لي انتي بزاف تامني بالخرافات وهاد الاشياء كامل، لو كان يبقاو يدوروا في عقلك شغل ما كيش حتقدري تعيشي نورمال. لا علينا. من هذاك النهار ومن هذيك الدقيقه ومن هذيك الليله اللي تبدلت حياتي ولا يصراو معايا هاد الاشياء. هي تقول باللي انا ما كنتش نعمل بهاد الحوايج، كنت نضحك كي نسمع على الناس اللي يتلبسهم الجن. حتى جا هذاك النهار يتبدل كلش، والفكره تاعي لهذاك الشيء تبدلت كامل، واللي تنقول باللي صح كاين منه الجن هذا، وباللي ما راناش وحدنا في هذا العالم. الحكايه تاع اليوم خلاصت. بالك القصه هذه تبان لكم غريبه، حتى انا بانت لي شويه غريبه، لكن يعني كي سمعتها من الطفله هذه، البنت اللي صار لها هذه القصه هذه، امنت صراحه. بالك تقولوا بلي مستحيل هذا الشيء يوقع في الحقيقه، بصح اللي عاش تجربه راه على باله، هو وحده اللي يعرف واش معناتها انك تحس بروح ما تشوفهاش وتحس انسان يراقب فيك وانت ماكش تشوف فيه بزاف حاجات، ويتحكم في حياتك بلا ما تقدر تقول والو. هذه هي الحكايه تاع اليوم. القصه هذه ماشي خرافه، نأكد ونعاود. حبيت نقول لكم برك بلي ما تستهزاوش بهذا العالم اللي ما نعرفوا عليه والو،
إنه الجن كاين ويعيش بيناتنا ومرات يختار الضحية ديالو بلا سبب. تحصين، ذكر الله. وما تنساش إذا عجبتك الحكاية تاع اليوم، قصة تاع اليوم، دلعوني بجام، كومنتير، أبونيو لاشين وفعلوا الجرس باش يلحقكم جديد.